النهارده نتكلم عن دوال بتستخدمها كل يوم او بتستخدمها في الاكسل بشكل يومي. دالة الصم، دالة جمع، افريج بتحسب متوسط، ماكس اعلى رقم، كاونت اف بتعد ولكن بشرط، صم اف بتجمع ولكن بشرط. تعالى كده نشوف الداتا دي. انا عندي مبيعات فروع وكل فرع محقق رقم معين. عايز اعرف اجمالي المبيعات، هقول له يساوي صم، دبل كليك او تاب. هبدأ ان انا اعلم على المبيعات بتاعتي وادوس انتر. الاكسل قال لي 71,500. طيب هو انا لو عايز احسب متوسط بحسبه ازاي؟ بقول مجموعهم على عددهم. طب انا لو عملته عن طريق افريج، هبدأ ان انا اعلم على الارقام وادوس انتر. الاكسل اخد المجموع اللي فوق ده وقسمه على 10. طب ليه 10؟ لان انا هنا عندي 10 فروع، كاونت 10. طيب لو عايز اعرف اعلى رقم اتحقق في المبيعات اليومية دي، هقول له يساوي ماكس. اختار الدالة، هعلم على المبيعات بتاعتي، انتر. قال لي 12,000. طب انا لو خليت مثلا ال 5000 دي 15,000، هل اكسل هيقرا؟ الاكسل فعلا قراها وقال لي ان ماكس عندك اعلى رقم عندك ب 15,000. كنترول زد. طيب كاونت اف بتعد بشرط. تعالى نقول مثلا ان انا عايز اعرف عندي كام فرع في الاسكندرية. هبدأ اعلم على الفروع بتاعتي، فاصلة، هختار اسكندرية. طب في حد بيقول لي انا عايز اكتبها بدل ما اختارها، يبقى لازم تحط دبل كوتيشن وتكتب الاسكندرية وتقفلها بدبل كوتيشن. انا هنا هختار اسكندرية وهدوس انتر. هيقول لي موجودة 3 مرات، ادي 1 2 و3. طيب دالة السم اف هنا بتجمع بشرط. تعالى نجمع مبيعات السويس مثلا. هقول له يساوي sum if. طيب هو هنا عندي رينج وكريتيريا وسم رينج. هو انت عايز تجمع ايه؟ السويس؟ طب هي السويس موجودة في المدى ده او في المكان ده، فاصلة. عايز مين؟ الكريتيريا بتاعتك مين؟ انا عايز والله السويس، فاصلة. فين المدى اللي فيه الارقام عشان اقدر اطلع لك جمع؟ وادوس انتر. قال لي 23,000. ودي من اهم الدوال اللي لازم تبقى عارفها لان احنا بنستخدمها بشكل يومي في الاكسل. النهارده